اذا من بعد ما تسلق الحمص كنصفيوه من الماء ديالو، كنديروه في واحد الاناء، كنزيدو عليه التوابل. اذا التوابل اللي غادي نحتاجو عندي هنا الكمون، الحرقوم، التحميره ولا النغويره اللي كان اليابسه اللي كنطحنوها، شويه ديال السكنجبير والكزبره المطحونه. غادي نديروه الملحه ما كنديروهاش لاننا ديجا درناها. ما نكثروش التوابل بزاف لان الكميه ديال الحمص قله، وكنزيدو شويه ديال الثومه اللي تكون ديجا هذا المفرومه، الثومه المفرومه، ونزيدو شويه ديال زيت الزيتون. من بعد كنخلطو كلشي، نحاولوا نخلطو كلشي بيدينا باش ديك الثومه ودوك التوابل يدخلوا مع هذا الحمص مزيان. اذا من بعد كناخذوا المجرد ديال الايرفراير اللي نكونوا فرشنا فيه واحد البابي، غادي نفرغوا فيه هذا الحمص هذا كامل، نحاول نفرغوه ونحاولوا ننزلوا عليه هاد التوابل باش تحمر لينا معاه. الكميه ديال الحمص حسب الرغبه، ولكن غير كثروا لانه غادي يعجبكم اكيد. كنوزعوه بحال هكا ومن بعد ندخلوه للاير فراير. كندخلوه للاير فراير صافي. اذا ها هو من بعد ما تحمر كيولي مقرمل، كيجي بنين. اذا كما كتشوفوا كيكون مقرمل، كيكون مقرمل من برا ورطب من الداخل، كيجي رائع. ممكن تاكلوه هكا يعني، ولا تزيدوه مع السلطات، نتوما والاختيار ديالكم. بالصحه والعافيه.